اسمي إبراهيم، سواق تريلا. من وأنا عندي 20 سنة حياتي كلها على الأسفلت، ما بين شوارع مصر الواسعة وطرقها اللي بتاكل في الحديد أكتر ما بتاكل في العيش. عندي تريلا مرخصة، موديل قديم شوية بس شغالة زي الساعة. كنت بنقل خضار وفاكهة من المنوفية، وبعد كده بتروح جدة السعودية، خط دولي يعني سكة طويلة وأيامي كلها بين البحر والطريق. أنا ومحمود التبع بتاعي من 5 سنين، دوت جدع في أول التلاتينيات، بيحب الضحك والهزار، بس قلبه طيب ومخلص، وبيعتبرني زي أخوه الكبير بالظبط. كنا بنقول على نفسنا أبو الرجولة وأبو لسان، نضحك ونغني وسط الطريق كأننا في فرح مش في سفرية. بس الدنيا اتمرمطت، العيشة غلت والسولار ولع، قطع الغيار بقت مولعة، كل نقلة بقت بتخسر أكتر ما بتكسب. فضلنا نحسبها يمين وشمال، لقينا إن الطريق الدولي بقى مش جايب همه، وإن السفر للسعودية بقى مخاطرة، بنصرف كتير على الطريق وناخد فلوس بعد شهور، واللي بيأجل مش جايب همها. وفي يوم وانا قاعد على القهوة عند الكمين القديم في بركة السبع، محمود جالي وهو ماسك كوباية الشاي بتاعته، لقيته بيقول لي: يا عم إبراهيم، أنا سمعت إن الناس اللي بيطلعوا ليبيا يكسبوا أضعاف، يعني نقلة خضار وفاكهة بس لطرابلس أو بنغازي والدفع بيكون كاش، ما تيجي نجرب؟ أنا سكت شوية، حسيت الكلام دخل في دماغي، قلت له: ليبيا؟ يا ابني ده طريقها مش أمن، وبعدين الحدود هناك زحمة وجمارك والشغل مش مضمون. لقيته بيقول لي: يا عمنا الناس اللي رايحين بيرجعوا مبسوطين والرزق هناك واسع، نجرب نقلة واحدة، لو مش نافع نرجع لخط السعودية. فضلت طول اليوم أفكر، والليل لما دخل عليا كنت مش مرتاح، مش عارف ليه، كان جوايا إحساس غريب كأن حد بيقول لي: ما تعملش كده يا إبراهيم. بس الصبح لما صحيت كنت قررت خلاص هنجرب ليبيا. رجعنا نوضب التريلا، محمود غسلها بنفسه ونفخ الكاوتش، وانا غيرت الزيت وجبت شنطة العدة كاملة. والحمولة المرة دي كانت خضار وفاكهة من سوق العبور، وهنتجه لطرابلس. اتفقنا مع تاجر كبير هناك هيستلمها على الحدود، والدفع في نفس اليوم. كل حاجة كانت تمام. طلعنا الفجر من المنوفية والضباب مغطي الطريق، كانت الدنيا كأنها بتتنفس دخان. محمود قاعد جنبي ماسك كوباية الشاي بلاستيك وبيقول لي وهو بيضحك: يا عم إبراهيم، ليبيا شكلها هتبقى وش خير علينا. ضحكت، بس معرفش ليه حسيت صوتي وانا بضحك كان ناشف. الطريق كان هادي، بس كل ما نقرب من مطروح كنا بحس بحاجة غريبة، كأن الهوا بيتقل والسما لونها بيبقى رمادي مش طبيعي، والعصافير ساكتة. قلت في سري: ده يمكن كده الجو هيقلب. بس الجو كان بيحمل حاجة أكتر من مجرد إنه يقلب. وصلنا السلوم، آخر نقطة في الحدود المصرية. الضباط هناك كانوا عارفيني وعارفين وشي من كتر ما بسافر. خلصنا الورق بسرعة، لكن وأنا داخل التريلا سمعت عسكري بيهمس للتاني بيقول له: قول للناس دي ما يطلعوش دلوقتي، في عاصفة جاية من ناحية ديرنا. والتاني رد عليه قال له: هم حرين يا عم، بس اللي هيتحبس هناك مش هيعرف يرجع بسهولة. أنا ما اهتمتش ساعتها، قلت يمكن يقصدوا مطر أو شوية هوا، أنا متعود على الطرق الصعبة دي. بس وأنا بدفع الجمارك وبمضي الورق لقيت العسكري بصلي ونظرة غريبة، نظرة كأنه عايز يقول لي ارجع، بس سكت. عدينا الحدود ودخلنا الأراضي الليبية. الطريق فاضي، مفيش غيرنا، ولا عربية واحدة رايحة ولا عربية جاية، والدنيا كانت ساكتة بشكل يخوف. محمود حاول يكسر الصمت ولقيته بيقول لي: الجو ده يخلي الواحد يفتكر افلام الرعب يا عم ابراهيم، كنا بنشوفها زمان. ضحكت بالعافيه وقلت له: اسكت يا عم اسكت، خلينا نوصل طرابلس قبل الليل. بس الليل سبقنا، والهوا بدأ يعصف والرمل بيخبط في الازاز كأنه رصاص،
والدنيا اسودت فجأة والعاصفة بدأت. الأنوار ما كانتش شايفة حاجة، والطريق بقى ضبابي كأنك ماشي في بحر. صوت التريلا وهي بتتهز من الهوا كان بيخوف. كنت ماسك الدركسيون بإيدي الاتنين، ومحمود بيقول بصوت عالي عشان اسمعه: يا عم إبراهيم، هنكمل ولا هنوقف؟ قلت له: هنكمل شوية، يمكن العاصفة دي تعدي. بس ما عدتش. بعد نص ساعة الدنيا اتقلبت جحيم. الهوا بيقلب العربيات اللي حوالينا، والرمل مغطي الدنيا كلها. وفجأة سمعنا صوت حاجة ورا فرقعت، زي حاجة ضخمة خبطت في العربية مثلا. محمود صرخ، لقيته بيقول لي: ايه ده يا ابراهيم؟ قلت له: معرفش، يمكن كاوتش فرقع. نزلت بالعافية وسط الريح، مفيش رؤية. بس وانا ماشي ناحية الصوت اللي خبط، شفت حاجة زي ظل بني آدم واقف ورا العربية، جسم طويل واقف وثابت وسط العاصفة، كأن الريح مش بتأثر فيه. ناديت بصوت عالي: يا عم انت مين؟ مين انت؟ ما ردش. بس أول ما قربت خطوة الجسم كأنه اختفى في الهواء. رجعت أجري للتريلا وأنا قلبي هينط من صدري. محمود بيقول لي: مالك؟ وشك ماله؟ قلت له: ولا حاجة، كاوتش فرقع بس. هنكمل بس هنكمل بسرعة بنعمله بعدين. العاصفة ما بطلتش، واضطرينا ندور على أي مكان نستخبى فيه. محمود لقى يافطة صغيرة مكتوب عليها: دار للإيجار بالليلة. كانت على بيت وحيد كده في نص الصحراء، وجنبه عمود نور مكسور. في بداية دخل البلد، بس شكل البلد قديمة وصغيرة. وقفنا بالعافية ونزلنا، ولقينا راجل عجوز قاعد على كرسي خشب عند الباب، وشه متغطي بشال، وصوته كان خافت جدا. وقال: عاوزين تقعدوا الليلة؟ العاصفة مش هتسيب حد يمشي النهاردة. قلت له: ايوه يا حاج، احنا سواقين التريلا وعايزين نستخبى لحد ما تعدي. قال لنا: خش الدور اللي فوق، المفتاح هتلاقوه على الطاولة في أوضة فوق. دخلنا. البيت كان بارد كأنه تلاجة، الريحة فيه غريبة، ريحة كمكمة، وداخلة فيها حاجة معفن، حاجة غريبة كده. بس احنا كنا مرهقين وقلنا ننام شوية. محمود أول ما دخل الأوضة لقيته بيقول وهو بيضحك: البيت ده لو في مصر كنا قلنا عليه مسكون. الصراحة أنا ضحكت وقلت له: يا عمي سيبك من الكلام ده، نام وخلينا نصحى على خير. بس وانا مغمض عيني سمعت صوت فوق السقف، سقف الأوضة بالتحديد، زي خطوات بطيئة جدا، حد ماشي رايح جاي. فتحت عيني بصيت لمحمود لقيته نايم، بس الخطوات لسه شغالة، كل دقيقة بتقرب وتقرب فوق سريري أنا، لحد ما حسيت خلاص إن هي بقت فوق دماغي. ما حطيتش في دماغي ونمت. صحيت بعد شوية على صوت خبط خفيف. كنت فاكر في الأول إن محمود بيتقلب على السرير الخشب اللي جنبي، بس لما بصيت ناحيته لقيته نايم ووشه للحيطة وبيتنفس بهدوء وكأنه في عالم تاني، بس الخبط لسه شغال. وده كان على الباب من بره. قمت ببطء ومفيش صوت غير صوت نفسي وانا بمد ايدي على الكشاف اللي في الشنطة، ونورت الكشاف وفتحت الباب، وقلبي بيدق كأنه سامع صوته في ودني. الطرقة أو الخبطة كانت فاضية، الحيطان متشققة والسقف ساقط منه تراب كل شوية. في حاجة غريبة، ريحة زي ريحة بخور قديم، كأن حد مولع حاجة قريب مننا. رجعت جوه الأوضة وقفلت الباب وقلت في سري: يمكن الهوا. بس وانا برجع على السرير سمعت همس مش واضح، بس كأنه حد بينطق اسمي: إبراهيم، إبراهيم. صوت ناعم بس خفيف، وكان مخيف جدا، كأنه طالع من جوه الحيط. جسمي كله اتجمد، وقربت ودني من الحيطة لقيت الصوت بيزيد. ليه؟ جيت لما قربت من الحيطة دي الجملة اللي سمعتها: ارجع قبل ما يفوت الأوان. رميت الكشاف وصرخت، قلت بقول: مين مين مين؟ مفيش رد. من علو صوتي لقيت محمود صحى، كان صاحي مفزوع. لقيته بيقول لي: في ايه يا عم ابراهيم؟ في ايه يا عم ابراهيم؟ قلت له: مفيش، حلمت حلم غريب، بس نام 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 نام، ربنا يستر علينا. النهار طلع والعاصفة لسه شغالة، والهوا
بيزعق بره كأنه صريخ. نزلنا تحت نجيب حاجة ناكلها من الجريلا، لقينا الراجل العجوز اللي سلمنا المفتاح قاعد على نفس الكرسي بنفس الوضع، بس المرة دي ملامحه باينة، وشه مجعد بشكل غريب جدا، وعينه سودا، عينه سودا سواد كأنها حفرتين في جمجمته. قلت له صباح الخير يا حاج، مردش. كررت صباح الخير يا حاج، مردش. رفع راسه وقال بصوت مخنوق: الصبح ما بيجيش هنا. سكت وبصيت لمحمود، لقيته باصص لي وشه شاحب وماسك. قال لي هو الراجل ده بيتكلم كده ليه؟ هو في حاجة ماله ده؟ قلت له بهدوء: سيبه في حاله، سيبه في حاله، يمكن مش طبيعي. رجعنا الأوضة نرتاح شوية. محمود حاول يضحك ويقول: أنا بحب الحاجات الغامضة بس دي بزيادة. قلت له بلا شقرة وهزار دلوقتي. الليل التاني كان أسوأ من الأول. المطر بدأ ينزل والهوا بيخبط في الشبابيك، وأنا ومحمود قاعدين ساكتين، كشافات مطفية، بس النور القليل اللي جاي من الشارع بيخلي كل حاجة باينة بلون رمادي كئيب. محمود قال لي: مش ملاحظ إن البيت ملهوش صوت غير الهوا يا عم إبراهيم، ولا حتى صوت ناس بره؟ قلت له فعلا والله، ولا حتى كلاب ولا عربيات، كأننا في عالم لوحدنا. ضحك ضحكة قصيرة وغمض عينه، وأنا فضلت سهران. كل ما أحاول أنام أسمع نفس الهمس، بس المرة دي مش في الحيطة، في ودني: إبراهيم، إبراهيم، افتح الباب السفلي، إبراهيم، المفتاح في جيبك. إيدي راحت تلقائيا لجيبي، لقيت فعلا مفتاح صغير معدني. أنا مش فاكر إني شلته أو مسكته أو شفته أصلا. مفتاح قديم عليه صدى. رميت المفتاح على طول على الترابيزة وقلت بصوت عالي: لا مش هلعب اللعبة دي، لا. محمود صحى وقال لي: في ايه تاني يا عم، في ايه؟ قلت له مفيش يا محمود، نام نام، انا تعبت شوية بس نام. بس في الحقيقة انا بدأت اشك في عقلي. تاني يوم قررنا ننزل تحت ندور في البيت، يمكن نلاقي مكان مطبخ نطبخ فيه او اي حاجة نعملها. خفت لما نزلنا تحت. الدور السفلي ده كان شبه السرداب، باب حديد عليه صدى، مكتوب عليه بالطباشير: ممنوع الفتح. حمود قال لي: يا ابراهيم، هو المفتاح اللي لقيته ده يمكن يفتح الباب ده؟ بصيت له وقلبي كان بيدق بسرعه. قلت له: هو ده اللي الصوت اللي كان بيقول لي عليه بالليل. محمود ضحك: لي صوت ايه يا عم ابراهيم، صوت ايه؟ قلت له: ولا حاجه يا محمود، ده كلام فاضي، سيبك انت بس من الموضوع ده. بس جوايا فضول قاتل اعرف ان المفتاح ده لو فتحت بيه القفل، وهو انا حاسس ان هو على مزاج. اول ما حطيته ولفيت المفتاح الباب فتح بطء، صوت الحديد والتلزيق بتاعه كأنه ما اتفتحش بقاله سنين. الصوت نفسه وجع دماغي. جوه السرداب ده كان ضلمة، ضلمة كحل، بس ريحة تراب قديمة ومية راكدة كانت مالية المكان. نورت الكشاف ولقينا سلم صغير نازل لتحت. محمود قال لي بصوت واطي: ده شكله قبو يا عم ابراهيم، احنا نرجع احسن. قلت له: لا انا هنزل. مش عارف ليه قلت له كده، بس كنت حاسس ان في حاجه لازم اشوفها. نزلنا حوالي 10 سلالم، وصلنا لغرفه صغيره جدا فيها طاوله خشب، وعلى الطاوله ورقه متاكله كده مكتوب عليها بخط عربي قديم، مكتوب عليها: اللي يفتح الباب لازم يسمع الحكايه للاخر والا هيبقى جزء منها. محمود بصلي بخوف. تو بيقول لي: حكايه يا ام ابراهيم، ايه الورق ده؟ قريت الجمله التانيه، حسيت ان الحروف بتتحرك تحت عيني. جريت وطلعت السلم وانا مش قادر اتنفس. محمود كان ورايا بيزعق: يا ابراهيم استنى، استنى يا ابراهيم. طلعنا فوق، بس اول ما دخلنا الاوضه لقينا كل حاجه اتغيرت. السرير مش في مكانه، الحيطه بقى فيها شقوق شكلها جديد، وحتى الشباك مفتوح رغم اننا قافلينه قبل ما ننزل. محمود قال لي بصوت عالي: هو احنا دخلنا نفس الاوضه؟ هي الاوضه دي اوضتنا؟ قلت له وانا باخد نفسي بالعافيه: ايوه هي، بس شكل البيت ده مش ثابت، في حاجات غريبه. الليل جه بسرعه وكأن النهار اتحذف من الدنيا. العاصفه سكتت بس الصمت كان اسوأ. محمود نام بالعافيه وانا قاعد على الكرسي جنبه
ماسك الكشاف بإيدي. بس حوالي الساعة 3 بالليل سمعت حاجة تانية، مش همس ومش خبط، كان صوت ضحك خافت، مش صوت حد كبير، ده ضحك طفلة صغيرة وبيجي من السقف. رفعت الكشاف لفوق، لقيت حاجة بتتحرك بسرعة بين العروق الخشب، حاجة بتزحف مش بتمشي، وقبل ما الحق اشوفها نقطت مية على وشي من فوق من الخشب من العروق نفسها. بصيت للسقف وكانت نقطة لونها حمراء. ناديت على محمود بسرعة بصحته وقلت له في حاجة فوق يا محمود، في حاجة فوق. طلعنا بهدوء للسلم اللي بيودي للسقف، والجو كله برد مش طبيعي. كل خطوة على السلم كان في صوت بيطلع كأنها صرخة. أول ما فتحنا باب السطح لقينا الراجل العجوز واقف هناك، ظهره كان لينا ووشه ناحية الهوا. قلت بصوت عالي يا حاج يا حاج، مردش. قربت خطوة لمحت حاجة في ايديه، كيس اسود، كان بيكلم نفسه بصوت واطي جدا وبيقول هما رجعوا تاني بيجوا كل مرة في العاصفة. محمود قال له بخوف يا ابراهيم الكيس ده بينقط دم ده ولا ايه؟ قربت منه خطوة بس قبل ما المسه الراجل لف وشه ناحيتي ببطء. وش ده مش وش، دي كانت جمجمة، مفيش لحم في وشه، مفيش ملامح، مفيش حاجة، جمجمة وبتتكلم بصوت إنسان. لقيته بيقول لنا أنا قلت لك ارجع قبل ما يفوت الأوان يا إبراهيم. وصوته كان طب بيطلع من العدم، مفيش بق بيتحرك، مفيش حاجة. رجعت خطوتين لورا وأنا مش قادر أتنفس. محمود وقع على الأرض وهو بيصرخ. الراجل رفع الكيس الأسود ورماه من فوق السطح. سمعنا صوت الخبطة تحت كأن جسمه وقع على الأرض. جريت للسلم وأنا ماسك محمود من دراعه ونازل أجري من غير ما أفكر. نزلنا للدور الأرضي والباب الرئيسي مقفول بس مش بمفتاح، كأنه اندمج في الحيطة. فضلت أزقه برجلي بس مفيش فايدة. محمود قاعد في الركن بيرتعش وبيقول لي بصوت متقطع إبراهيم هو ده حلم؟ ده حلم صح؟ قلت له أنا باخد نفس عميق. قلت له يا محمود ده لو حلم أنا نفسي أصحى منه بسرعة يا محمود. سمعنا صوت خطوات تانية جاية من فوق، خطوات مشي بطيء بتقيلة. كل ما الخطوات تقرب النور بيقل. بصيت حواليا لقيت الشمع اللي على الطاولة بيتطفى لوحده، واحدة ورا التانية لحد ما البيت بقى عتمة. في اللحظة دي سمعنا صوت الباب الحديد بتاع السرداب بيتفتح لوحده وصوت خربشة جاية من جوه. محمود قال لي بسرعة أنا هطلع فوق، أنا مش هفضل هنا. قلت له ما تسيبنيش يا محمود ما تسيبنيش. بس هو جرى على السلم واختفى في الضلمة. فضلت لوحدي وصوت الخربشة قرب أكتر، وبعدين صوت أنين مش صوت إنسان طبيعي، كأن حاجة بتتوجع من جوه الأرض. مسكت الكشاف برجلي لأن إيدي بتترعش ونورته ناحية الباب الحديد. كان في إيد طالعة من جوه السرداب، إيد لونها رمادي ومليانة تراب، والأظافر بتاعتها طويلة بقت شبه المخالب. كانت بتتحسس الأرض كأنها بتدور على حاجة. أنا اتجمدت وبعدين سمعت صوت بيهمس ورا ودني مباشرة. ساعدني أخرج يا إبراهيم، ساعدني أرجع، ساعدني أخرج يا إبراهيم، ساعدني أرجع. لفيت بسرعة مفيش حد، لكن لما بصيت تاني على الإيد لقيت مكتوب على الحيطة جنبها بخط واضح هو اللي جابك مش إحنا. مكتوب كده هو اللي جابك مش إحنا. جريت على السلم أدور على محمود، لقيته في الأوضة اللي فوق قاعد على الأرض ووشه للحيطة وبيهمهم بكلام مش مفهوم. قربت منه وقلت له محمود فوق لنفسك. لف وشه ناحيتي ببطء وعينه كانت سودة خالص. ابتسم ولقيته بيقول لي بصوت مش صوته اتأخر يا إبراهيم خلاص فتحنا الباب. جريت لبره، طلعت بره الأوضة وأنا بصرخ. كل الأبواب في البيت بدأت تخبط في بعضها، الشرايط اللي على الشبابيك بتتهز كأنها عاصفة بس مفيش هوا. حسيت بدوخة وكل حاجة حواليا بدأت تلف والدنيا اسودت. صحيت وأنا على الأرض في نفس الأوضة بس كل حاجة شكلها اختلف. الأساس كان جديد والحيطان مدهونة والشبابيك مفتوحة ونور النهار داخل. قمت وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل.
بصيت ناحية السرير، لقيت واحد نايم. قربت منه، كان محمود، بس وشه هادي، نايم بسلام كأنه ولا شاف حاجة ولا كان في أي حاجة. قلت وأنا بهمس كده: يا رب اللي شفته ده يكون كابوس. نزلت تحت أدور على الراجل العجوز، بس المرة دي كان في ست كبيرة قاعدة مكانه. قلت لها: هو فين الراجل اللي كان هنا امبارح، العجوز صاحب البيت؟ بصت لي بدهشة وقالت لي: يا ابني أنا صاحبة البيت ده فاضي من سنين، مفيش حد ساكن فيه من يوم الحادثة. قلت لها: حادثة إيه؟ أيوة، من سنتين 2 مصريين سواقين تريلا أجروا البيت ليلة إعصار ديرنا، ومحدش شافهم تاني، وبيقولوا التريلا بتاعتهم لسه واقفة في الصحراء من غير أي أثر ليه. أنا قلبي واقف. قلت لها: يعني إيه؟ يعني أنت جاي تزور المكان ده يبقى بتدور على أرواحهم؟ قلت لها: أنا إبراهيم، واحد من اللي كانوا هنا. الست قامت ووشها اتبدل وعيونها اسودت وقالت بصوت من صوتها: أنت لسه هنا يا إبراهيم؟ رجعت أجري لفوق وأنا مش شايف حاجة من الرعب. دخلت الأوضة ولقيت السرير فاضي، محمود اختفى، بس لقيت على الترابيزة كان في مفتاح قديم اللي استخدمته في السرداب، ولزقة كده، ورقة ملزوقة تحت ومكتوب فيها بخط واضح، مكتوبة فيها: الدور الجاي بتاعك. الجو برد فجأة والحيطان بدأت تتهز وتنزل منها مية. سمعت صوت التريلا بتشتغل بره، خرجت أجري للشباك وشفت التريلا بتتحرك لوحدها في نص الصحراء والباب مفتوح، كأن جواها حد بيشاور لي بيقول لي اركب. معرفش أنا كنت فين بعد كده، ساعتها الدنيا اسودت. بس لما فقت كنت في السلوم في مصر، تريلا واقفة زي ما هي وسليمة، مليانة تراب. الناس حواليا بيبصولي كأني طالع من القبر. لقيت العسكري بيقول لي: يا عم انت فين من شهر؟ التريلا دي اتبلغ عنها انها مختفية من وقت اعصار ديرنا. قلت له: شهر ايه؟ ايوه، واللي كان معاك محمود. العسكري بص لي وقال لي بهدوء: الواد المحمود اللي كان معاك لقيناه بس مش حي، لقيناه في ليبيا، وكان في جيبه بطاقتك انت. ومن اليوم ده ما نمتش طبيعي. كل ما اقفل عيني اسمع صوت همس بيقول لي: ابراهيم، افتح الباب السفلي. المفتاح القديم لسه في جيبي، مهما ارميه بيرجع لي تاني. وكل ما الدنيا تمطر بشم ريحة البخور القديم واعرف انهم رجعوا. لحد النهاردة محمود مش موجود. لحد النهاردة انا مش طبيعي. وكل حاجة حصل انا متأكد انها حصلت في الحقيقة، ما كانش حلم، لان في فاصل زمني اختفى في حياتي، اللي هو الشهر اللي العسكري قال لي عليه. ودلوقتي زي ما انا شغال بالتريلا من مصر والسعودية.